واحدة من أهم ركائز البلد، الزراعة تلفظ أنفاسها الأخيرة في العراق والنجف تحديدا. جفاف قاحل أنهى كل شيء، أمر حدا بالجهات الحكومية إلى تقليص الخطط الزراعية عاما بعد آخر، ما جعل الفلاح ينفجر غضبا لما آلت إليه أوضاع الزراعة. احنا نقول بحاجه البلد للامن الغذائي، والعالم كله جاي يشكو من الامن الغذائي، وهناك نقص حاد بالامن الغذائي في عده بلدان. يعني المفروض احنا نهتم بالزراعه بالقطاع الزراعي، لكن احنا نقول الظلم ما يدوم والكفر يدوم، لكن الظلم ما يدوم والله المستعان. الفلاح اليوم قاعد يستجدي، الفلاح اليوم قاعد ينذل، اليوم الفلاح امام مرأة جميع اهل النجف طلع بساحة الصدرين للمطالبة بحقوقه، وبينك ما بين الله انت يا مسؤول يقدر يتاخر راتبه شهر او شهرين، الفلاح صار له سنتين، شو يصرف؟ شنو اللي يسوي؟ عنده عوائل، الناس عافت اراضيها وهاجرت، اراضي الفلاح نزلت اسعارها الى الحضيض. الفلاحون والمزارعون في النجف هنا خرجوا بتظاهرة وسط المحافظة للمطالبة بإطلاق تعويضاتهم المتأخرة لسنتين متواصلتين، مهددين بثورة فلاحية في حال استمرار تجاهل مطالبهم. احنا لحد الان اكو تسويف واكو مماطله بالموضوع، ما نعرف. يطلع المسؤول وقال اجت التعويضات، بعدين تروح ورا فتره وقالوا والله بعد اكو لي اشكال على وزاره الماليه ما بين وزاره الزراعه. حاليا احنا رئيس الوزراء شخصيا استبشرنا به لانه هو رجل مهندس زراعي، قلنا راح شويه يرأف بالطبقه الفلاحيه وراح عنده معلومات كافيه عن الفلاحين ودعم الزراعه. عنده 12 نفر اليوم، وين ذول يعيشون؟ هاجر للمدينه؟ ليه يصير سبب قتل؟ انت اليوم ما تقدر، انت اليوم ما تقدر تدير هذا الكرسي، واخر عمي ايش فيني شرك؟ نادي بزبيل عليه، مسؤوليتك شنو انت؟ اذا عندك حزب يسندك، انا عندي الله يسندني، وبيني وبين الله غير هذا الاسبوع ما ننتظر لا وزير يوقف بشيء ولا مسؤول، الي صوت واللي وجه غير هذا. وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية قبل أيام عن الخطة الزراعية الشتوية بالاعتماد على ما يتوفر من مياه سطحية وجوفية بمساحة تقدر بأكثر من 5 ملايين دونم لعموم المحافظات، مع استمرار عزوف دول المنبع عن تزويد العراق بحصته المائية. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.